اعتدى رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سامويل إيتو بالضرب والركل على يوتيوبر جزائري المسمى سعيد ميموني لاحقه عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في محيط الملعب، إذ اتهم اليوتيوبر سعيد رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيتو بشراء التأهل إلى مونديال قطر عبر مباراة بلادي الكاميرون أمام الجزائر بقيادة الحكم بكري قسمة. كنت مصور فيه نسأل فيه على قاسامة، قلت له كيفاش قاسامة ما قاسامة، وقدمت رشوة، تقلق وضربني، هرس لي كاميرتي والمايك، هرس لي المايك والحقني اللي كان معاه وانا مازالني في مركز الشرطة على التحقيق. شوفوا اش راح يوقع. العموم ما ديروا والو في بالكم، هاد الفيديو بارطاجوه باش كون كان مثلا شافوا هو شخصية كبيرة راح يساعدوه، ولا انا عارف قطر دولة قانون ماراحش ياخذوا حقي. نتمنىكم توقفوا معنا في هذه الحاجة، لأنه احنا من الجزائر عملنا هذا الشيء.